من مدة في حد قال لي المركب اللي فيها ربنا ما بتغرقش. في الوقت اللي كان بيقولها لي بيقين، أنا من جوايا كنت بقول تمام نحاول. الحقيقة أنا كنت بتكلم من باب معرفتي بشوية تفاصيل توصلني للنتيجة دي، يعني تقدر تقول بشكل منطقي 100%. لكن هو كان بيتكلم من نقطة أنا بعيدة عنها بمسافة كبيرة قوي. واللي حصل إن اليقين غلب المنطق في أول جولة. وقتها افتكرت قصة سمعتها من حوالي سنتين. كان حوار ما بين الإمام ميمون بن مهران وصديقه. بيقول الإمام: إني أتصدق فأجد مالي يزداد، فتشجع صديقه وتصدق زيه. ورجع تاني للإمام يقول له: تصدقت فوجدت مالي ينقص. رد الإمام عليه وهو مستنكر قوله: أنا أعامل الله بيقين وأنت تجربه. أنا فاكرة يوميها إن الجملة دي أثرت فيا وكتبتها علشان منساهاش، بس أنا عارفة إن عمر ما الكتابة على الورق هتنجيك من النسيان. قعدت أفكر أنا إزاي نسيت وليه دلوقتي تحديدا افتكرت، بس كل اللي عرفته إن في درس جه الوقت علشان أتعلمه. الحقيقة أنا بتفاجئ في كل مرة بتأمل فيها قصة سيدنا زكريا، إزاي رغم استحالة الأسباب كان متيقن من الإجابة بالشكل ده، وفضل يدعي ويلح في دعائه ويتلمس مواضع السعة لما يدخل على ستنا مريم المحراب ويلاقي عندها من خير ربنا. وهنالك دعا زكريا ربه، فيدعي ويدعي ويجنب كل حسابات العقل على جنب، لأنها بالمنطق مستحيلة لكن عند ربنا مقضية، لحد ما يجي القول الفصل من ربنا ويقول: فاستجبنا له. تختلف القصص، لكن يفضل اليقين في الله موضع التشابه الثابت. ويجي الخبر إن فرعون هيقتل كل الأطفال الذكور في المدينة، فربنا يدخل إلهام في قلب أم مغلوبة على أمرها: إذا خفتي عليه فالقيه في اليم. فتنفذ أمر ربنا بدون تفكير، وهي كل اللي بتملكه قلب مؤمن إن ربنا هيرد لحضنها من تاني زي ما وعدها. ومن قصر فرعون لعرض الصحراء بنلاقي هناك ستنا هاجر لوحدها مع طفل رضيع بيبكي في ايديها من شدة العطش، بعد ما سابها سيدنا إبراهيم هناك بأمر من ربنا. وكان كل تعليقها: الله أمرك بهذا، إذن فلن يضيعنا. خليك عارف كم معلومة أساسية وانت بتدعي. أولها إن أول خطوات الإجابة إن يستقر في قلبك إنه هيستجيب. ربنا يحب يشوف في قلبك إن كل الأمل انعقد عليه، وإن مهما طالت فترة الإجابة أنت واقف على بابه بنفس الأمل والرجاء فيه. واعرف إن أحيانا بتطول علشان في معنى لازم يتزرع جواك الأول، وقت بيتم تأهيلك فيه علشان العطاء ما يفتنكش ويزغلل عينيك. فاطمن، كل شيء هيجي في الوقت المناسب. بلاش تدعي دعاء المجرب، بيسموها عبادة التجار. تشوف يا ترى الدعاء هيحقق لي اللي بتمناه ولا لأ، والمكسب هيجي بعد قد ايه، ولو طولت المدة تروح تدق باب تاني غير باب ربنا. خد بالك علشان ده اكتر وقت ربنا بيختبرك فيه. وتالت حاجة والأهم، انك تبقى عارف ان انت بتدعي مسبب الأسباب. صحيح من الورقة والقلم مقفلة، لكن عند ربنا المستحيل بيتحول لممكن في لحظة. وهنا في معنى جميل قوي ذكره الشيخ سمير مصطفى، عايزاك تسمعه كويس وتحطه في قلبك. عندنا حتة كده في الشريعة اسمها كذلك. حتة كذلك دي اللي يعني ايه كذلك؟ تتبعها في القرآن. قال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، كانت الإجابة قال كذلك. لما تؤمن بكذلك دي، كذلك اللي هي وكالة القرآن، والله ربنا يغير الوضع، يغير القعدة كلها دي. ازاي؟ مش عارف، ما تعرفش هو هيجي ازاي بقى. ولذلك بقى القدر سر الله المكتوم المخبوء. خلينا متفقين ان ربنا كده كده هيستجيب لدعائك، لكن مش شرط باللي دعيت بيه بالظبط، لكن صدقني بالأنسب ليك في الوقت ده، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بس يا سيدي، في النهاية عايزة أقولك حاول تستحضر حال سيدنا زكريا وانت بتدعي، برغم استحالة الأسباب إلا إنه قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا.